بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الثانوي، اهلا وسهلا بيكم في مراجعه ثالثه ثانوي. النهارده مراجعه الفيزياء، والفيزياء زي ما انتم عارفين هي اصعب ماده في ثالثه ثانوي. هكون معاكم انا احمد الحفناوي مدرس ماده الفيزياء في مراجعه بعض النقاط المهمه جدا في ماده الفيزياء. طيب، اولا قبل ما اتكلم على النقاط المهمه، ازاي اتعامل مع امتحان الفيزياء؟ امتحان الفيزياء زي ما انتم عارفين 46 سؤال، 44 اختر و2 مسائل، مساله في الفيزياء الكهربيه ومساله في الفيزياء الحديثه زي ما احنا متعودين كل سنه. طيب، اتعامل ازاي مع ال 46 سؤال اللي هم اصلا وقتهم اكتر من الثلاث ساعات بتوع وقت الامتحان؟ هقول لحضرتك، بس الاول ركز كده معايا وازاي تعرف انت يعني داخل مرحله ايه. اول حاجه حضرتك هتحل الاسئله السهله، الاسئله السهله اللي ما بتاخدش وقت كتير. حتى لو في اول 4-5 اسئله شايفهم صعبين وانت عارفهم هياخدوا وقت، لا ما تركزش فيهم، خليهم في الاخر. ليه بقى؟ لان اول ربع ساعه من الامتحان بيبقى توتر، قوتك يعني القوه بتاعتك التفكيريه بتاعتك بتكون مش قويه جدا يعني. فتعمل ايه؟ اول ربع ساعه حل اللي تعرفه ومتاكد منه وبسرعه. لميت شويه اسئله وبعد كده هروح جاي في نص الامتحان او بعد ربع ساعه ما يخلصوا، هروح جاي افكر بقى، بدات التفكير في الاسئله واركز في كل سؤال انا بحله، واسيب دايما اخر نص ساعه عشان ارجع فيها. طيب، بس الاهم تخليك سريع وذو خبره. تمام؟ طيب، دلوقتي احنا مجهز لكم بعض النقاط اللي بنسبه كبيره جدا هتلاقي زيها في الامتحان، يعني نقاط مهمه جدا. وزي ما انت عارف امتحان الفيزياء معروف في حاجات نقط، يعني بعض النقاط الثابته اللي بتبقى موجوده دايما في امتحان الفيزياء. مش عايز اضيع وقت، يلا نشوف الاسئله اللي محضرها لكم النهارده. اسئله جميله جدا وتعالوا مع بعض كده، يلا بينا. السؤال الاول، طبعا في ده سيستم دايما بيجي في الامتحان اللي هو سؤال نسبة المقاومات. احنا طبعا عارفين ان المقاومة هي الممانعة التي يلقاها التيار عند مرور في باص. حلو قوي. المقاومة دي بتتوقف على 4 حاجات لو تفتكر: طول السلك، مساحة المقطع، نوع المادة، درجة الحرارة. وتخلي بالك قوي عشان دول مهمين جدا بيجوا في الامتحان. طيب، نمط السؤال ازاي؟ اول سؤال طبعا كلنا عارفينه بيجي دايما في امتحانات الثانويه العامه، اللي هو نسبه المقاومات اللي هو R1 على R2. طب يلا مجهز لكم سؤال نفس النمط كده، نفس النمط كده. السؤال الاول بيقول لك سلك منتظم المقطع طوله 2 متر، يعني ده الطول الاول، ومقاومته نص اوم. وسلك اخر من نفس الماده طوله 1.75 متر. بص بقى اللي جاي، ومساحه مقطعه ربع مساحه مقطع السلك الاول. لا استنى بقى، هو قال لك مساحه مقطعه ربع مساحه مقطع السلك الاول. طلبه كتير جدا، وراهن اي طالب دلوقتي بيسمعني او بيشوفني ان السؤال ده بيلخبطه. حلو، ازاي اعرف اعملها اتعامل معاها؟ هو قال لك مساحه مقطعه، ماشي، الهاء هنا هاء الغائب يعني تعود لمين؟ للتاني، يعني مساحه مقطع التاني ربع مساحه مقطع الاول. برضه مش عارف اجيبها، مين الاكبر؟ طب تعالى نعيدها تاني، مساحه مقطعه ربع مساحه مقطع الاول، يبقى الاول هو اكبر واحد، صح؟ ايه رايك بقى هنتفق اتفاق؟ هتعمل كده ان الاي 1 او الاي 1 تساوي 4، حلو، والاي 2 تساوي 1، كده تمام. حلو قوي يا مستر، حلو. يعني انا كده عرفت ان الاي 1 4 امثال التاني. حلو، ادي اول واحد. القانون بتاعنا المستخدم اللي هو قانون R1 على R2 بتساوي L1 على L2 بتساوي A2 على A1. في طالب تاني يقول لك لا انا بحب استخدم القانون بتاعك يا مستر اللي انت قلت لي عليه، قانون R1 على R2 وما تضحكش، اسمها لا اللي هو L1 A2 L2 A1. صح، مفيش اي مشكله. عندك الطريقتين دول، وخلي بالك السؤال ده باذن الله باذن الله موجود في امتحان السنه دي. السؤال ده بيتكرر دايما في كل سنه، بيتكرر دايما في كل سنه لانه سؤال جميل جدا. طيب هنعمل بعد كده اللي هو القانون اللي انت قلت حضرتك عليه، اسمه قانون لالا L1 A2 L2 A1، ونعوض في القانون. هيطلع معايا هكتب كده L1 A2 على L2 A1. ال L1 نشيلها ونحط مكانها 2،
والال 2 نشيلها ونحط مكانها، برافو عليك، 1.75. ايوه اكتب كده في تعليقاتك هشوفها على فكره. تمام. مساحه مقطعه الثاني اللي هي ايه؟ 1 2 هتبقى بواحد، يعني تبقى كده 2 في 1 على 1.75 في كام؟ في 4. تمام. هيطلع القيمه بتاعتنا دي كلها لما اجي اعملها نسبه بين الار 1 على الار 2 هتلاقي القيمه بتاعتنا 1.75. يبقى الاجابه الار 2 هتطلع كام؟ 1.75. ده السؤال رقم 1. طيب السؤال الثاني معانا النهارده نفس النمط، بس خلي بالك من حته مهمه جدا اللي هي اعاده تشكيل وثني سلك او تم سحبه زي ما تسميها، الثلاث حاجات. يعني تاني اكتب معايا، لو قال لك في المساله سحب سلك او ثني سلك او اعيد تشكيله، تاني سحب سلك، ثني سلك، اعيد تشكيله. السؤال ده مهم جدا. حلو حلو. هنعمل ايه؟ قال لك بص بقى، يعني ايه كلمه سحب سلك؟ يعني جبت السلك زي بالظبط قطعه الصلصال اللي كانت معانا في الحضانه دي، لما بقعد اشكلها الحجم بتاعي بيفضل واحد، يعني الحجم ما بيتغيرش، بس هنا الطول بيكبر والمساحه بتتغير. يعني الطول بيتغير والمساحه بتتغير، والطول والمساحه عكس بعض. يعني لو الطول طول يبقى كبير، يبقى المساحه بتاعتي تبقى صغيره. طب لو المساحه كبرت يبقى الطول بتاعي يبقى صغير. نفس الفكره بالظبط. فعشان كده بنلخص القوانين احنا كمدرسين فيزياء بنقول كده R1 على R2 بتساوي L1 تربيع على L2 تربيع. طب لو اداني مساحه يبقى A2 تربيع على A1 تربيع. طب ليه اشمعنى قلت A2؟ ايوه برافو برافو، 2 عشان المقاومه تتناسب عكسيا مع المساحه. انا سامعك وشايفك، الله ينور عليك، كويس جدا. يبقى احنا دلوقتي هنكتب القانون بتاعنا R1 على R2 L1 تربيع على L2 تربيع. طب لو اداني مساحه A2 تربيع على A1 تربيع. طب لو اداني نصف قطر هيبقى كام؟ برافو، R2 أس 4 على R1 أس 4. طب ليه؟ لأن المساحة باي R تربيع، فتربيع التربيع يديك كام؟ R أس 4. برافو عليكم. يبقى تعالى مع بعض كده، سلك طوله L مساحته A مقاومته R، ثنية من منتصفه، يعني الطول بتاعي L، فأصبح سلك واحد، فإن مقاومته الطول L للنص، يبقى المساحة هتقل للربع. اشمعنى؟ علشان L1 تربيع على L2 تربيع يبقى الإجابة ربع الآر. فخلي بالك من السؤال ده عشان سؤال جميل جدا. طب تمام، خلي يبقى دي نمط من أسئلة الامتحان إن شاء الله هتكون موجود معاك في الامتحان. خلي بالك واكتب كده معايا وسجل الكلام ده. R1 على R2 بتساوي L1 A2 على L2 A1. طب لو اداك نصف قطر L1 R2 تربيع على L2 R1 تربيع. ده سؤال مهم جدا بيجي في امتحانات الثانويه العامه. طيب السؤال الثاني نسبه انه يجي لك في الامتحان برضو قوي، تمام؟ فتعالى بقى افهمها لك، بس يعني مش هيجي لك الشكل ده او السؤال ده، بس نفس النمط كده. الاول السؤال الثالث بتاعنا اللي هو ايه؟ الشكل المقابل يمثل اطوال ومساحات مقطع 4 اسلاك مصنوعه من نفس الماده عند نفس درجه الحراره، فاذا وصل كل منهما بنفس فرق الجهد، يعني هنا فرق الجهد 1، فان الترتيب الصحيح للاسلاك من حيث شده التيار المار في كل منهم. طيب معنى كلمه ترتيب لشده التيار يبقى انت كده بتجيب مقاومه وتشقلب، صح؟ ليه يا مستر؟ لأن العلاقة بين شدة التيار والمقاومة علاقة عكسية. برافو عليك. طب تمام. طب تعالى بقى نشوف الأشكال بتاعتنا. أول شكل زي ما أنت شايفه كده، الشكل إيه؟ ده طوله إيه يا عم؟ قال لك طوله L، صح؟ أو طوله L ومساحته 2A. لو أنا طبقت للقانون هقول الR بتساوي رو إي في L على الإيه، الرو ايه هنا من نفس الماده فهشيلها. وخلي بالك دايما يعني تبقى مقتنع 100% ان في اسئله كتير جدا شغاله على انه ما يديلكش ارقام، فيا ما ادالكش الرو او نقل لك نفس النوع، يبقى بالتالي خلاص الرو هنا كانها مش موجوده اصلا معاك في القانون، تمام؟ لان انت كده بتعمل نسبه بينهم. تمام. يبقى اول واحده الطول L والمساحه 2A، يبقى سهله. يبقى الار هتساوي ايه؟ صح،
ال عليه. طب ليه يا مستر روي؟ ما احنا قلنا اتفقنا ان لو قال لك نفس النوع خلاص ايه، نشيلها خالص. يعني الطول بتاع ده ال على 2 يبقى المقاومه بتاعته نص اللي هي 1 على 2. طب تعالى بقى للشكل بي، لا ده طوله ال ومساحته ايه يبقى برضو 1. حلو. الشكل سي طوله 2 ال ومساحته ايه يبقى ده 2 يبقى ده اكبر مقاومه لحد دلوقتي. تمام. الاخير ده اللي هو دي قال لك طوله 2 ال ومساحته 2 ايه. يعني انا هنا ده بواحد صح. طب شفت بقى ترتيب، لو انا جاي هوزع ترتيب الايه المقاومات، خلاص ترتيب المقاومات اكبر مقاومه اللي هو سي، والبي والدي دول قد بعض، واصغر يعني اصغر واحد فيهم الايه لانه هو ايه تخين ورفيع، تخين وقصير. تمام. واحنا قلنا المقاومه بتتناسب طرديا مع الطول وعكسيا مع المساحه. برافو عليك. يبقى اكبر مقاومه سي. لو انا وصلتهم بنفس فرق الجهد سهله، يبقى اقل مقاومه او اقل تيار هياخده سي صح. برافو عليك. يبقى لو جينا هنتكلم مين اكبر تيار، الايه. ليه؟ علشان اقل مقاومه. شوف انا بعمل ايه، انا عايزك تعود نفسك في الكام يوم اللي جايين دول كده، اتكلم مع المساله، عيش مع المساله. من الهدف مش الامتحان او من الهدف من المراجعه بتاعتي ان انا اديك الاسئله اللي جايه في الامتحان، مفيش الكلام ده. الهدف منها ان انا ازاي اديك نمط تشتغل عليه ينفعك في امتحان اخر السنه. تمام. لان للاسف الدفعه دي دفعه ما عاشتش الفيزياء، ما حبتش الفيزياء، ودي للاسف يعني الا من رحم ربي. نصيحه من يعني مدرس لدفعه ثالثه ثانوي، الدفعه دي انت عايز تعيش المساله، ما تاخدش الماده التعليميه كانها ماده خلاص هخلص وامشي. لا، التعليم مش كده. التعليم ان انا اخد خبره في الماده، اتعلم. هو الفيزياء والكيمياء والاحياء والمواد دي كلها والرياضه بتاعتك دي كلها انت بتعلمك نمط الحياه، بتديك خبره للتعامل مع الحياه عشان لما تكبر وتبقى دكتور وتبقى مهندس وتبقى مدرس وتبقى عالم تعرف تتعامل مع الحياه بتاعتك، وتعرف تتعامل مع الشغل بتاعك ومع حياتك اليوميه عامه. هي ده الغرض من التعليم. الغرض من التعليم ان انا اكبر مخ الطالب مش اطمسه. ما ينفعش مش عشان ماده هذاكرها وبعد كده اروح راميها. لا، الهدف منها اتعامل، حب الماده وعيشها تجيب فيها مجموع. هتقول يا مستر انت جاي تقول لي الكلام ده وانا خلاص بكره الامتحان. انا ما بتكلمش يا سيدي على السنه دي، انا بتكلم على انت حياتك في الجامعه. عشان تبقى ناجح في حياتك لازم تعمل الحاجه اللي انت بتحبها، ولازم ولو حاجه فرضت عليك حبها علشان تبقى مبدع فيها. هي دي القاعده. تمام. ده بالنسبه للسؤال الثالث. نخش على السؤال اللي بعد كده اللي هو بيتكلم على المقاومات، نسب المقاومات. نتفق اتفاق وسجل الكلام او كده كده انت حافظه، لان كده كده السوشيال ميديا ما فيهاش ان انا هقعد اخبي. تمام. كده كده سؤال موجود في الامتحان اللي هو توصيل مقاومات. مستر حضرتك كنت بتحل معايا بطريقه النقط وطريقه كيرشوف والطرق دي كلها، السؤال بتاع الامتحان زي اللي احنا كنا بنشتغله في الشرح اللي هو الاسئله الكتير قوي والاسئله الاشكال اللي هتبقى كتيره؟ لا، سؤال توصيل المقاومات سؤال موجود في الامتحان. تمام. السؤال ده عباره عن ايه؟ عباره عن شكل، هات لي اقل مقاومه اكبر مقاومه، هات لي نسب المقاومات مع بعض، يديك شكل زي كده ويقول لك نسبه المقاومات او فرق الجهد بينهم ايه. ده السؤال، ده النمط. تمام. وده عليه درجه واحده بس. هتقول لي يا مستر ما هي درجه، لا، نص درجه توديك كليه وتجيبك كليه. خلي بالك من الحته دي. طب ازاي اتعامل مع السؤال؟ بالراحه كده وخليك ايه يعني، خليك ذكي في التعامل، خليك مرن في التعامل. يلا بقى. ويعجبني قوي الطالب اللي بيحب دايما ياخد كل كلمه ويحط عندها 200 خط، مش 100 خط، 200 خط. تمام. يلا بقى. الشكل المقابل يمثل فرع من دائره كهربيه بثلاث مقاومات ABC، فإن النسبة بين فرق الجهد بين الطرفين كل منهما VA ل VB ل VC. السؤال هنا هو سؤال انت شايفه بمجرد ان هو سهل، بس انا عايز اوصل معلومه في 3 نقط لازم تخلي بالك منها. دول متوصلين على ايه؟ على التوالي، فشده التيار ثابته ما تتغيرش. حلو.
بس في مقاومه اكبر من الثانيه، وانا مالي، شده التيار ثابته ما تتغيرش. تمام. فرق الجهد ملوش علاقه، فرق الجهد بيتناسب مع الاي والار، يبقى بيختلف عادي، وفرق الجهد في التوصيل على التوالي بيختلف. حلو، يبقى دي النقطتين اللي انا قلت لك عليهم. النقطه الاخيره بقى ان انت ازاي تتعامل مع الاشكال وازاي تتعامل مع 3 ارقام. هقول لك على طريقه. دايما احنا بنحب ما ناخدهاش او ما نشتغل، يعني دايما لو رحت اشتريت اي حاجه ما بتحبش تجيب الحاجه فيها حاجات كسور، يبقى اول ما تلاقي كسر اخلص منه. يعني لو لقيت نص اضرب في 2، لو لقيت تلت اضرب في 3، لو لقيت ربع اضرب في 4. شوف سهله قوي. يبقى اهم حاجه خليها بوحدات ارقام صحيحه. تمام. حلو، تعالى بقى نشوف نسب المقاومات هنا. هو قال لك التيار واحد، خلاص طياره، يعني نسب المقاومات هي نسب فرق الجهد. طيب واحده اللي هو الايه بواحد ونص، والثانيه باتنين ونص، والثالثه بتلاته ونص. شوف في انصاص كتير، احنا قلنا نتفق اتفاق ان احنا نبعد عن الانصاص، والدليل بص كده الاختيارات مفيش ولا واحده فيهم نص. يبقى نقول ايه؟ نضرب في 2. طب يا عم لما اضرب في 2 في واحد ونص هتبقى 3. حلو. و2 في 2 ونص ب5، و2 في 3 ونص ب7. يبقى مين سهله؟ يبقى على طول ايدك هتروح لرقم د. طب قبل كده كانت الدنيا معاك مش واضحه، صح؟ يبقى لما تلاقي فيه كسور تعمل ايه؟ تضرب في 2. تمام. لقيت نص اضرب في 2، لقيت تلت اضرب في 3، لقيت ربع اضرب في 4، وهكذا. فاهمني؟ اهم حاجه اتعامل مع الفيزياء بالطريقه اللي الفيزياء تحبك وانت بتتعامل معاك بيها، يعني بتحب التعامل بيها. تمام، دي اهم حاجه. نخش بقى على السؤال اللي بعد كده يا جماعه. اذا كانت قيمه المقاومه المكافئه لمقاومتين متصلين على التوازي هي 1.2، يعني قيمه المقاومه المكافئه للمقاومتين توازي 1.2، شلت واحده هيبقى مين؟ واحده. طب قيمتها كام؟ قال لك عندما تم ازاله احدهما اصبحت المقاومه المكافئه 4، يعني واحده ب4، وواحده المحصله بتاعتها 1 و2. المحصله بتاعتهم 1 و2. هروح جاي بقى، خليك بقى ايه يعني من في التعامل. عايز اجيب اللي بعد كده. في طالب يقول لك اما اجرب الاجابات، صح، وفي طالب تاني يقول لك اعملها بالرياضه. الواحد و2 بتساوي ار في 4 على ار زائد 4 واعمل طرفين في وسطين. وفي طالب وللاسف كتير جدا منكم في الدفعه دي يعملها بطريقه الشيفت سولف في الآلة. برضو صح، مش عيب. شفت ازاي؟ مش عيب ومش بقلل من كده، بالعكس اشتغل بالطريقه اللي انت تحبها، بس اهم حاجه تجيب لي ال60 من 60 او تجيب لي مجموعه حلوه، درجه حلوه قوي في ماده الفيزياء. انت الملعب قدامك، العب بالطريقه اللي انت عايزها، بس اهم حاجه تجيب لي مجموع. تمام. هنعملها ازاي؟ لما جيت عملتها بالآلة هتطلع 12 على 7. تمام. الهدف من السؤال مش انه انا احله، الهدف ان انا ازاي اتعامل معاه بس. السؤال اللي بعد كده في الشكل المقابل اكس واي تساوي كام؟ عامه السؤال زي ده او الفكره بتاعته ما اعتقدش تكون جايلك بالصعوبه دي، يعني هتبقى اسهل شويه من ان انا ايه اللي انا بشتغل بيه. طيب ازاي بقى اجيب المقاومه علشان الناس تبقى عارفه؟ اول حاجه في ناس بتحب تشتغل بطريقه النقط، ودي هقولها لك تلجأ لها في حاله لو انت ايه الدنيا قفلت معاك خالص. باجي عند النقطه اكس واحط 1، وبعد كده اللي قبل 6 احط 1 في النقطه اللي هو قبل 6، واللي تحت ال6 تحت خالص احط 1، يعني بين الستتين هحط 1، وبعد ال6 اللي في النص دي يعني الستتين اللي هما اخر 2 دول هحط 1. عديت على مقاومه بحط 2، عديت على مقاومه بحط 3، يبقى احط 1 2 3. الواحد والاثنين هتلاقي 3 مقاومات، ال6 و6 وكام؟ او 6 كمان، 6 و6، فال6 وال6 دول هيبقوا 3. تمام، يبقى دول 3 و3 ادي 6، يعني في جنب هياخد 6 وجنب فوق هياخد 6 وجنب تحت هياخد 6. الثلاث ستات دول توازي وهم قد بعض، فبقول 6 على 3 هيطلع 2، يبقى الناتج 2. الهدف من السؤال زي ما قلت لك مش السؤال ده اللي يجي لك في الامتحان بس، تبقى انت عارف ازاي تتعامل. ندخل السؤال اللي بعد كده نفس النمط، بس خلي بالك في السؤال ده انا عايزك انت اللي تحله. هي الاجابه هقول لك دلوقتي تطلع ب2. دلوقتي انا هفترض عند الكي واحط كام؟ ايوه اكتب، انا شايفك، ها كام؟ 1. واحط عند هنا احط كام؟ 1، صح؟
طيب امشي فين بقى؟ ما انا خلصتهم. لا، طريقه النقط بتقول لك خش بصدرك من الاخر، خش بقلب جامد. يعني هتبقى هنا 2، يعني هنا مش كده، هتبقى بين ال3 وال12 هنا الاتنين بقى هتمشي كده حضرتك عند اخر واحده اللي هي اللي هتحط رقم 3. هتكتب 1 2 3 وتعوض حضرتك بين الواحد والاتنين في 4 و12، اللي هي المقاومه المكافئه بتاعتهم هتطلع كام؟ هتطلع 3. 3 فوق مع 3 يبقى معاك 6. تمام؟ 6 فوق و3 تحت يبقى الناتج كله هيبقى كام؟ هيبقى 2. ده سؤال جميل جدا برضه. السؤال اللي بعد كده بقى ده سؤال مهم جدا جدا جدا، وفكرته مهمة جدا جدا جدا، وهو سؤال سهل وانت المفروض تبقى ضامن، اللي هو قراءة الامتر. طيب، معلومة تحطها في دماغك، قاعدة مهمة جدا. تمام؟ اوعى تستهين بقدرات نفسك. السؤال ده انا حليته تمام باكتر من 4 خطوات، فجالي طالب حلهولي بدرجه 12 فكره، ب 12 خطوه. انت متخيل؟ وفي طالب تاني حلهولي بخطوه واحده، وفي طالب تاني حلهولي بطريقه يعني مختلفه جدا. ودي معناها ان انت لازم تبقى تعامل ان المساله ليها اكتر من طريقه حل. طيب تعالى بقى مع بعض كده، ممكن تكتب الكلام ده، كلام هيفيدك قوي. بص بقى، اول حاجه انا محتاجها عشان اجيب شده التيار بتاع مقاومات لازم اجيب التيار الكلي. وعلشان اجيب التيار الكلي لازم يكون معايا فرق الجهد الكلي، او معايا فرق الجهد عند حته، عند قطعه معينه. تمام؟ او معايا مقاومه توالي واجيب تيارها يبقى هو ده التيار الكلي. شفت بقى؟ سهل جدا على فكره. ال3 نقط اللي انا بتكلم فيهم هم الدرس كله، يعني انا بلخص لك الدرس كله بدل ما تقعد تجيبه من اول وجديد وتذاكره. لا، الفيزياء حل كتير. يبقى تاني، عشان تجيب تيار باي مقاومه لابد ان يكون معاك التيار الكلي، معاك فرق الجهد الكلي او فرق الجهد على اي مقاومه توالي، او فرق الجهد على اي مقاومه توازي. شفت بقى؟ يبقى انا عندي ثلاثي اضواء المسرح او ثلاثي اضواء الفيزياء، في اي ار، في اي ار. معايا 2 اجيب الثالث وانا مغمض. طب ما تيجي بقى نشوف ازاي يتحل. انا عارف ان في ناس فيكم كتبت التعليق والاجابه هتطلع كذا 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 كذا، وانا عرفت الاجابه والدنيا سهله. مش عايزك تبقى كده، انا عايزك، مش الهدف ان انا احل الاسئله، الهدف ان انا ازاي اتعامل مع ورقه الاسئله بتاعت اخر السنه. طيب تعالى بقى مع بعض كده بالراحه كده. اول الاجابه حضرتك هدور هنا، بيقول لك ايه؟ اقرا السؤال كويس. اذا كانت قراءه الفولتمتر 4 فولت، فين الفولتمتر؟ اهو فوق المقاومه 2، والمقاومه الاتنين دي تواليه يا مستر. اوكي، ما دام تواليه يا مستر يبقى حضرتك لو جبت شده التيار بتاعتها يبقى المقاومه يبقى شده التيار بتاعتها هي شده التيار الكلي. طب تمام، يعني لو قلت 4 في على ار يديني 4 على الاتنين، فالناتج هيطلع كام؟ هيطلع معايا 2. 2 ده التيار الكلي. حلو. ازاي بقى اجيب تيار متجزئ؟ بص بقى، انت عايز ايه؟ قال لك انا عايز شده التيار بتاعت المقاومه 6. عندي 3 طرق حل. اول حاجه اجيب فرق الجهد بتاعها اللي هو الفي اي في ار، بس انا مضطر ان انا اجيب المقاومه المكافئه، فاقول ال6 في 4 على 6 زائد 4 هيطلع 2.4. تمام؟ واضربها في قيمه التيار اللي انا جبته 2، يعني هيطلع معاك 4.8، واروح قاسم ال4.8 على 6. دي الطريقه الاكاديميه اللي معظم طلبه مصر بتحل بيها. هقول لك طريقه اسهل شويه. لو عايز اي تيار متجزئ اجمع المقاومات 6 و4 10، اقسم الرقم اللي انت طلعته اللي هو التيار الكلي على مجموع المقاومات، يعني 2 على 10 يبقى فيها 2/10. اضرب في المقاومه الثانيه اللي هي كام؟ انت عايز ال6 يبقى اضرب في 4، يبقى 2 في 4 2/10 في 4 يطلع 8/10. دي طريقه. في طريقه ثانيه، الاي كلي في ار توازي على المقاومه، يعني عايز الاي 6 تيار المقاومه 6، يبقى اقول ايه؟ اي كلي اللي هو 2 في ار توازي 2.4 على ال6. صح. في طريقه ثانيه، تيار كلي في ار مقاومه اخرى على مجموع المقاومات. بص
اكتر من طريقه حل. شفت بقى الطرق دي كلها تقدر تحل بيها مساله. عرفت بقى ليه كنت بتتلخبط في الدرس ده؟ لان في اكتر من طريقه. طب انت لو عرفتهم او اتدربت على الطريقتين خلاص مفيش حاجه تقف قدامك. يبقى ده سؤال مهم جدا، والهدف مش ان انا احله، الهدف ان انت تتعامل مع عشرات الاسئله اللي زيه. ندخل بقى على السؤال اللي بعد كده، سؤال رقم اللي هو السؤال في الشكل رقم 4. مصباحين متماثلين، يعني معاك مصابيح متماثله A B C D، تمام؟ فإن أكثرها شدة إضاءة عند غلق المفتاح K. ملحوظة تحطها في دماغك. وسؤال بقى اكتب بقى كده، وهشوف التعليق القوي وهبعت له مكافأة مني، يعني أنا هشوف التعليقات بتاعتك. سؤال جميل جدا. متى تتناسب شدة التيار مع المقاومة تناسبا طرديا؟ يلا تاني، هشوف التعليقات بتاعتكم، وصاحب التعليق اللي هيصح او اللي هشوفه هبعت له مكافأة مني. حلو. متى تتناسب شدة التيار تناسبا طرديا مع المقاومة؟ كلكم في الاول كده هتقول لي ايه المستر ده؟ هو في شدة تيار تتناسب مع المقاومة؟ مستحيل يا مستر، ده الاي بتساوي في على ار. في حالة واحدة بس، لو زادت المقاومة التيار بتاعها يزيد، التيار يزيد. فكر واكتب لي تعليق، وهقوله لك ان شاء الله. افتكر في نهاية الحلقة هقول لكم الاجابة هتبقى ايه، بس هشوف التعليقات بتاعتكم، ومن خلال التعليقات هختار واحد او اتنين بس، عشان ايه؟ وابعت لهم المكافأة بتاعتهم عن طريق بعض الحاجات اللي انا هقول عليها. تمام؟ فإن أكثرها شدة إضاءة. مين أكثر شدة إضاءة حضرتك؟ طبعا الناس كلها بتفكر في السؤال، مش بتفكر في السؤال ده. لا، ركز معايا واشوف التعليقات بتاعتك. أن أكثرها شدة إضاءة عند غلق المفتاح كي. مين أكبر شدة إضاءة؟ أكبر شدة إضاءة اللي هو توصيل، يعني توازي وأقل مقاومة. مين هنا أكبر شدة تيار؟ هنا بقى ناس كتيرة جدا تقول لك الدي. لا استنى، أكبر شدة قراءة الإيه. ليه شدة قراءة الإيه؟ لان الاي بياخد التيار الكلي، وبعد كده التيار هيتجزأ. الدي هتاخد ضعف البي والسي، لان مقاومتها نص مقاومه دي. شفت بقى سهله ازاي؟ النمط ده مش هيجي لك سؤال في الامتحان، ده سؤال سهل، بس انا بقول لك في نمط سؤال كده، تمام؟ اللي هو عند غلق المفتاح فتح المفتاح، مساله بتبقى بالشكل ده دايما. وركز كده في امتحانات الثانويه العامه تلاقيها مشهوره عندك من السؤال ده. ندخل بقى على السؤال بعد كده. سؤال جميل جدا السؤال ده، وناس كتيرة جدا ممكن تتلخبط فيه. في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تكون قيمة المقاومة R كام؟ أول حاجة قيمة المقاومة R. تعالى بقى مع بعض كده. لو أنا عندي هو عايز الR، بس احنا اتفقنا ان احنا معانا ثلاثي أضواء الفيزياء اللي هم الI والV والR. بص كده، عند 6 معاك مقاومة ومعايا تيار، صح؟ طب لو ضربت 6 في 3 مش هيديك 18؟ ايوه. ايه ال 18 ده؟ اللي هو فرق الجهد في المنطقه دي. حلو. طب فرق الجهد الكل بتاع الدايره هتلاقيه فين؟ قال لك عند البطاريه. قيمتها كام؟ 38. يبقى اجباري فرق الجهد بتاع المقاومه 4 يبقى كام؟ برافو، هيبقى 20. ليه؟ 38 ناقص 18 يديني 20. الله، طب ما انا ممكن اجيب في على ار يديني كام؟ يديني الاي كلي، صح؟ يبقى 20 على 4 يبقى التيار الكلي ب5. التيار هيتجزأ، ال6 تاخد ال3 يبقى الار تاخد 2. حلو. يبقى بعد كده نجيب من قانون الفي على ار يديني قيمه المقاومه. ايه التوه يا مستر؟ انا تهت. ما هي كده، يبقى لازم واحده تاني. هضرب 3 في 6 جبت فرق الجهد في الحته دي هيطلع ب 18. 38 ناقص ال 18 يديني كام؟ 20. يبقى فرق الجهد بتاع المقاومه 24. 20 على 4 فيها 5، يبقى المقاومه المكافئه 5، او التيار المكافئ كام؟ او التيار الكلي 5. 5 ال6 تاخد 3 نصيبها، يبقى الار تاخد نصيبها 2. يبقى 18 على 2 يبقى المقاومه كلها هتبقى بكام؟ تبقى ب9. المقاومه بتاعت الار هتطلع كام؟ 9. شفت سهله ازاي؟ هي بتدوخ
بس السؤال جميل وسهل ومش هتحله غير لما يكون عندك خبره كبيره قوي. السؤال اللي بعد كده، وده كتير جدا في امتحانات الثانويه العامه، وجاء في امتحانات تجريبيه كتير قوي، والسؤال ده جاء في امتحان تجريبي سنه 2021. في الدائره الكهربيه الموضحه بالشكل، اذا كانت قراءه الاميتر والمفتاح كي مفتوح 1.5، يعني التيار قراءه الاميتر والمفتاح كي مفتوح 1.5، ماشي، فان قراءه الفولتمتر والمفتاح كي مغلق تساوي كام؟ ما تصلوا على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. بص بقى، فتح وغلق، خليك ناصح. يعني ايه؟ يعني سيدنا خالد بن الوليد لم يخسر معركة قط، مفيش معركة دخلها وخسرها. ليه؟ كان دايما بيلعب على أسوأ الاحتمالات، يعني دايما ما بيشتغلش غير على أسوأ النتائج. يعني أنا هحصل كذا، فالأسوأ منه هعالج الايه؟ هعالج الأخطاء بتاعتي. أسوأ الأخطاء كان بيشتغل عليها، واقل الاخطاء يشتغل عليها، عشان كده ما خسرش ولا معركه. وانت دلوقتي داخل على معركه اسمها معركه الامتحانات بتاعت الثانويه العامه، لازم تعمل حساب لكل حاجه. عشان كده شغل دماغك انه يلعب لمصلحتك انت، تمام؟ دايما اشتغل لمصلحتك. ازاي؟ تعالى بقى واحده واحده. في الدائره الكهربيه الموضحه بالشكل، اذا كانت قراءه الاميتر المفتاح كي مفتوح هو 1.5. المفتاح كي مفتوح يعني السلك اللي هو ده هيتشال خالص، يبقى هنا معاك اي صح ومعاك في. التالت بتاعنا مين؟ الار، بس الار هتبقى مين؟ ار توتال. ليه؟ عشان انت حضرتك معاك الفي الكلي اللي هو الفي بي اللي هو 12 فولت، ومعاك التيار الكلي 1.5. خلاص، يبقى 12 على 1.5، يبقى المقاومه بتاعت الشكل ده كله هتطلع كام؟ برافو عليك، مقاومه الشكل كله هيطلع 8. يلا بقى نشيل اللي مجهول اللي هو المعلوم عندي، الخمسة والواحد. يبقى المقاومة R طيب مقاومتها كام؟ قال لك 8 ناقص 6 يطلع 2، يبقى المقاومة R بقت 2، يبقى أنا جبت المجهول عندي. اقفل المفتاح. لما نقفل المفتاح بقى ده سلك فاضي، وما دام ده بقى سلك فاضي حضرتك، يبقى المقاومة 5 تتلغي خالص كأنها مش موجودة أصلا. يبقى تقول إيه؟ 12 الاي هتساوي 12 على مجموع المقاومات اللي هما كام؟ 3. يبقى 12 على 3 يبقى قيمة شدة التيار بكام؟ برافو عليك، ب4. طيب عايز فرق الجهد، لسه هو ما خلصش، عايز فرق الجهد على المقاومة ار اللي هي اصلا بكام؟ ب2. يبقى اقول شدة التيار اللي هي 4 في 2 هيطلع معايا 8. شفت سهلة ازاي؟ بالراحة كده. والاهم من الحل ان انت تبقى عندك خبرة حل. السؤال اللي بعد كده سؤال هشتغل وهحله، بس هحله على 3 افكار لان سؤال بيجي في امتحانات. اول حاجه بيقول لك اذا احترقت فتيله احد المصابيح فان قراءه الفولتمتر هنا، ثانيه واحده، الفي هنا لو شفت ار يبقى بالتالي تقل وتزيد. طب لو ما شفتش ار، الار قال لك 0، يبقى بالتالي لا تتغير لانها دي البطاريه. اديك مثال، عندي في البيت ريموت الشاشه شغال 4، يعني شغالين على طول بيه كتير قوي. ريموت المروحه ما بيشتغلش غير ايه؟ غير كله في الصيف فقط، صح؟ فرحت جايب ريموت الشاشه وريموت المروحه، وجبت ريموت كنت مخزنه وسايبه ونسيته في الدولاب عندي. مين اقوى واحد هيشتغل؟ اكيد اللي كنت مخزنه. ليه؟ لانه حضرتك ما اشتغلش اصلا، ما استنفذش اي تيار. طب مين اكتر واحد يعني الريموت بتاعه ضعيف؟ اللي هو بتاع الشاشه. ليه؟ لان شغال على طول، لكن المروحه بيشتغل فتره الصيف فقط، او نفس الفكره بالظبط. يبقى انت عند حضرتك كل ما يكون في تيار يبقى البطاريه او فرق الجهد بتاع البطاريه عندك يقل. عشان كده العلاقه بينهم علاقه ايه؟ ايوه برافو عليك، علاقه صح عكسيه. يبقى فرق الجهد بتاع المصدر او بتاع البطاريه يساوي الفي بي في حاله ما فيش تيار. 2. فرق الجهد بتاع المصدر يتناسب عكس مع شده التيار. حلو، في اي مشكله في ده؟ تمام. امتى بقى؟ سؤال تاني، شوف الناس اللي مذاكره. امتى فرق الجهد بتاع المصدر
يتناسب طرديا مع شدة التيار. بعد ما احل السؤال ده هقول تمام، هقول لك تمام. يبقى في الدايره الكهربيه الموضحه هحل السؤال وبعد كده اقول لك الاجابه. اذا احترق فتيله احد المصابيح فان قراءه الفولتمتر في يحصل لها ايه؟ تمام. انا بقى في ار واحترقت فتيله احد المصابيح، يعني المقاومه هنا ايه؟ زادت. مستر ازاي يا مستر؟ ما انت لغيت مقاومه، ما هو دول توازي صح؟ فلما انت تلغي مقاومه او واحده تتحرق يبقى المقاومه زادت. تمام. يبقى فرق الجهد بتاعه ايه؟ برافو، فرق الجهد يزداد لان المقاومه زادت والتيار قل، يبقى فرق الجهد يزداد. طب نرجع للسؤال اللي انا سالته، اللي قلت اللي هيجاوبه ليه مكافاه عندي. متى يتناسب فرق الجهد تناسبا طرديا مع شده فرق الجهد على مصدر تناسبا طرديا مع شده التيار؟ في حاله الشحن فقط. في حاله الشحن فقط. تمام. وانت تشحن البطاريه شده التيار تزيد، فرق الجهد يزيد، لان القانون بتاعه في باتري زائد اي في ار. تمام. برافو عليكم يا شباب. رقم 10 او السؤال اللي بعد كده، في الدايره الكهربيه الموضحه اذا كانت السؤال ده صعب شويه فركز معايا كده وفوق معايا في الحته دي. في الدايره الكهربيه الموضحه بالشكل اذا كانت قراءه الفولتمتر والمفتاح كي مفتوح هي 15 فولت، امين، وقراءته والمفتاح كي مغلق 13 ونص. انا بقول السؤال ده علشان تخلي بالك. شايف المفتاح فين؟ جنب البطاريه. يبقى ما دام جنب البطاريه يبقى تخلي بالك في الكلمه دي، ممكن حضرتك تكتبها. يبقى في حاله فتح المفتاح يعني مفيش تيار، يبقى الفي بي بتساوي الفي، يعني ال 15 هنا دي الفي بي، يبقى اكتب كده الفي باتري هتساوي 15. وقراءته والمفتاح كي مغلق 13 ونص، يبقى لما اغلق هيبقى قراءته 13 ونص، يبقى فرق الجهد على المقاومات. ليه؟ لان في ار فوق صح، والار دي فرق الجهد بتاع المقاومه المجهوله او اسمه ده فرق الجهد الايه الجهد المهدور او الجهد ايه مش ما بنستخدموش في البطاريه اصلا. تمام. يبقى هنا فرق الجهد بتاع المقاومتين اللي هما 9 و6 كان 13 ونص. فيجي طالب بقى ذكي يقول لي طب ما انا ممكن اعمل حته ايه حركه حلوه قوي، ما نجيب المقاومه. سهل، التسعه والسته توازي، يبقى نقول ايه؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يبقى 9 في 6 على 9 زائد 6 فيها 3.6. حلو. يبقى انت عندك مقاومه ففاضل لك شده تيار ومعاك الفي، اذا الاي هتساوي كام؟ برافو، في على ار، يبقى 13 ونص على 3.6 تقريبا يبقى 3.75. هروح معوض في القانون بتاع الفي بتساوي في باتري ناقص اي في ار عشان اجيب المقاومه الداخليه. يعني كام؟ يعني هتطلع معايا كده 13 ونص بتساوي 15 زائد اي اللي انت جبتها 3.75 زائد في ار الداخليه اللي هي اللي انت عايزها. هعملها بالاله او اعملها بالسولف او اعملها رياضه، هيطلع معايا الناتج 4/10. شفت بقى سهله ازاي؟ خطوات. اشتغل على الطريقه دي. تمام. السؤال اللي بعد كده سؤال رخم شويه، سؤال رخم، فتعالى بقى نحله بالطريقه اللي احنا ايه متعودين عليها. في الشكل المقابل 3 مقاطع مختلفه منتظمه المقطع من سلك معدني، فاذا كانت قيمه الار 1 تساوي 3. فين الار 1 دي؟ اهي. ايه ده يا مستر؟ ركز كده معايا، مديني ال ومديني 2 ار. نعمل ايه؟ قال لك اول حاجه قال لك من نفس نوع الماده. ماشي. من سلك معدني يبقى نفس نوع الماده. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه نجيب الار. الار بتساوي رو اف ال على ايه؟ واحنا اتفقنا لما يقولوا من نفس نوع الماده يبقى رو اتشالت صح، يبقى ال على يا سلام بص 2 ار يعني القطر صح، يبقى لازم اجيب المساحه اللي هي باي ار تربيع، يعني ال 1 على باي 2 ار تربيع، يعني المقاومه هتطلع ربع. طب والرو ايه احنا افترضناها بواحد. الربع بقى كان مقاومته 3، يعني كانك بتلعبها كده ايه، كانك رحت السوبر ماركت بتقول له عايز ربع الحاجه دي، ربع الار 1 قال لك الربع ب3، ربع 3 يبقى الواحد بكام؟ يعني قيمه الار بتاعتها الار كلها، الار الواحده اللي انت هتشتغل عليها هتبقى ب 12. طيب يعني ربع الار اداك 3، يبقى الار الواحده ب 12، طب الاثنين ار 24 وهكذا. طب تعالى بقى نشوف الشكل اللي فوق.
اللي هو ال ار، يعني هو الار يعني ار، احنا قلنا الار هتبقى بكام؟ ب 12، يبقى فوق هيبقى 12. طب 2 ال على ار يعني 2 ار، يعني فوق 12 وتحت 24. هاخد بقى ال 12 مع ال 24 توازي، 12 في 24 على 12 زائد 24 هيديني كام؟ برافو عليك، يدي لك 6 ولا 3؟ 12 في 24 لا 9، 12 في 24 على 12 زائد 24 دي 9 ولا 8، انا اسف 8. 8 زائد الثلاثة يبقى معاك كام؟ 11. يبقى المقاومة كلها تبقى كام؟ 11. 24 في 8 على 24 في 12 على 24 زائد 12 يبقى 8. 8 والثلاثة الثانية دي هيطلع معاك 11. في أي مشكلة في ده؟ فخلي بالك عشان السؤال ده رخم وبيلخبط. السؤال اللي بعد كده رقم 22. في الدائرة الكهربائية الموضحة تكون قيمة الار هي كام؟ مستر في طلبة كتير جدا بتقول إن أنا ممكن أجرب الإجابات. فعلا، وللاسف هتكلم على ظاهره انا اسف ما بحبش يعني اقولها، بس هي منتشره جدا بين طلاب الثانويه العامه، الا وهي الهبد. يعني للاسف انا ممكن اقول ان الدفعه دي نسبه كتير جدا منها شغال بمبدا اهبط بايدك محدش هيفيدك بجد. يعني بصوا دي حاجه انا يعني اكتر حاجه ما بحبهاش هي الهبد في امتحانات الثانويه العامه، وزي ما قالت وزاره دار الافتاء المصريه ان الهبد ده عامل زي شهاده الزور كده في الامتحانات. انا ما بشجعوش يعني. تمام؟ الهبد ده حضرتك بتهبد وانت بتحل الواجب، فما بالك لما تخش الامتحان هتعمل ايه؟ ده مصيبه في حد ذاتها. في فرق بين ان انت تجرب الاجابات وفي فرق انت بتهبد تقول لي السؤال ده والمساله خلصت. لا، تمام؟ جرب الاجابات. جرب الاجابات، يعني ممكن تفكر كده الاجابه لو طلعت كذا هعملها، لو طلع الاجابه صح يبقى انا كلامي صح، هي دي الصح. تمام؟ في فرق بين الهبد وجرب الاجابات. جرب الاجابات، تجرب واحده وتشوف الاجابه، مثلا انت شاكك في اجابتين مثلا واحد ونص واحد، فانا اجرب الواحد لو طلعت صح يبقى انا كلامي صح، ده المظبوط. طب ليه انا بقول ابعد عن الهبد؟ الهبد ده ممكن يقتنع ان انت تطلع مقتنع 100% ان انت حل كويس وانت تمام، لكن انت ما قريتش السؤال فالدنيا باظت خالص معاك، وممكن تقول نص الاجابات كلها ان انت طالع بيها اصلا ما حللهاش صح. فنصيحه مني ليك، بلاش تستخدم مبدا الطريقه اللي انا قلت عليها دي، الهبد دي بلاش. نصيحه من اب لاولاده زي ما بقول لك كده. في الدائره الكهربيه الموضحه بالشكل تكون قيمه ار هي ايه؟ ار يعني هو بص كده، ركز كده معايا، هو مديك ار 1 بار، وار 2 نص ار، والار الثالثه 3 ار. طيب هقول لك على حاجه اسهل، دي دايره شحن ولا تفريغ؟ طالب بيقول لي يعني ايه شحن وتفريغ؟ شحن يعني البطاريتين بيشحنوا بعض، زي بالظبط وانت مسافر كده بمناسبه الاجازه بقى اسكندريه والعربيه بتعطل بينك، العربيه بتعطل بيك يعني، فتلاقي والدك بيجيب الوصله الثنائيه ويوصل السالب مع السالب والموجب مع الموجب والبطاريه تشتغل او تشحن البطاريه بالشكل ده، زي شحن الموبايل بتاعك. ان هما الاقطاب بيبقوا زي بعض. لو في التفريغ الاقطاب بيبقوا مختلفين، لو جينا بصينا لاتجاهات البطاريه هيبقوا عكس بعض في الشحن، وفي التفريغ بيساووا مع بعض. عشان كده في الشحن بص كده للقطب الموجب لازق متصل بالقطب الموجب، يبقى دي عمليه شحن على طول. تمام؟ شحن يبقى نطرح الفيبيهات، لان ال 12 هتشحن الثلاثه، يبقى 12 ناقص 3 يبقى فرق الجهد كله 9. فرق الجهد كله 9 والتيار ب2 يبقى المقاومه بتاعت الشكل ده كله على طول 4.5. طب 3 تحت، تمام، وفوق نص، يبقى دي المفروض كام عشان تكمل 4.5؟ هتبقى 1. شفت سهله ازاي؟ او ده اللي هو جرب الاجابات، هي دي الاجابه الصح. تمام؟ يبقى الاجابه الصح تطلع كام؟ تطلع 1. السؤال اللي بعد كده رقم 13، ده سؤال احنا حلينا زيه بالظبط، فانا عايزك تحله كده معايا على السريع، هنشتغله. معاك دايره كهربيه التيار الكلي ب1 امبير، قراءه الاميتر هتبقى كام؟ بصوا بقى يا شباب، انت عندك فوق 3 وده 9، يبقى التيار ال3 ده ياخد 3 امثال ال9. تمام؟ عشان التيار بيتجزأ على حسب المقاومه. تمام؟ يبقى نقول ايه؟ ده يروح ياخد 75 والتاني ياخد ربع، يبقى المقاومه بتاعت الثلاث تاخد 75% والمقاومه بتاعت التسعه تاخد ربع. في طريقه انا علمتها لك، بقول كده الاي كل اللي هو 1 في مجموع المقاومه الاخرى اللي هي 9 على مجموع المقاومات اللي هي 3 زائد 9. دي صح. في اي مشكله في ده؟ ده سؤال جميل جدا وحلينا الفكره بتاعته.
السؤال اللي بعد كده، في الدائره الكهربائيه الموضحه بالشكل تكون قيمه المقاومه الأومية R. فين المقاومه الأومية R؟ نفس السؤال بتاع المقاومه اللي احنا حليناها اللي هي 9. هشرحه بسرعه. اول حاجه هو مديك شده التيار 6، التيار الكلي، عرفتها ازاي يا مستر؟ اللي هي التيار الواحد. يبقى 36 على 6 يبقى المقاومه كلها ب6 على طول وانت مغمض. هتشيل من ال6 مقاومتين اللي هي 1 و1 يتبقى معاك 4. ايه المقاومه اللي مع ال6 تديك 4؟ هتطلع 12. ده سؤال جميل جدا وسهل وفكرته حليناها قبل كده. الفكره اللي بعد كده كيرشوف. ركز معايا في الكلام اللي هقوله. كيرشوف عليه سؤالين في امتحان الفيزياء ان شاء الله. سؤال على كيرشوف الاول لانه السنه اللي فاتت ما جابهوش، فالسنه دي بنسبه كبيره جدا موجود، اللي هو يديك مساله ويقول لك عايز قيمه التيار ده والتيار ده. اهم حاجه انه طبق القانون ان الداخل بيساوي الخارج، يعني مجموع التيارات اللي داخله والخارجه على اي نقطه بيساوي صفر. ده القانون اسمه قانون حفظ الشحنه. تمام؟ فتعالى مع بعض كده. الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربائيه طبقا لقانون كيرشوف الاول. تكون قيمه شده التيار اي واحد. فين اي واحد؟ اهو اي واحد داخل هو والخمسه، واللي خارج 2 اي واحد مع الواحد. يعني الاي واحد زائد 5 بتساوي 1 زائد 2 اي واحد. لو عملتها بالسولف هتطلع قيمه الاي واحد ب4. يبقى الاجابه هتطلع بكام؟ ب4. يلا بقى نشوف السؤال رقم 5. الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربيه، فان قيمه شده التيار اي تساوي كام؟ هدور على الرقم النقطه اللي داخلها رقمين. ايه النقطه اللي داخلها رقمين؟ انزل تحت كده بين ال3 وال2 هتلاقي 5، يعني داخل على النقطه اللي رايحه ل 12 دي 5 و3 طلعوا 12. يبقى اللي فوق هيبقى كام؟ 5 و3 8 طلع 12 يبقى اللي فوق 4 الاي طلع منه 2 و4 يبقى قيمته هتبقى كام؟ هتطلع 6. وده سؤال سهل جدا مفيش اي مشكله فيه. السؤال اللي بعد كده رقم 4 اللي هو السؤال اللي بعد كده، في الدائره الكهربائيه المقابله بالشكل تكون قيمه شده التيار اي تساوي كام؟ بصوا بقى عشان نبقى حاطين في دماغنا في السؤال ده عشان سؤال بيلخبط شويه. حضرتك هتعمل ايه؟ شايف المقاومه الخمسه دي؟ هتفترض ان تيارها اي واحد مثلا، والمقاومه الثلاثه هتفترض ان تيارها اي 2. ولو جبنا الاي واحد والاي 2 جمعناهم يديك الاي قيمه الاي. طب تمام. اول حاجه هتروح ماشي المسار اللي هو في النص ده اللي هو بين ال20 وال5. همشي كده. الفي بي 20 كان لو جينا مسكنا المسار اللي هو قيمه اللي هو القانون كيرشوف الثاني اللي هو المجموع الجبري للفي بيهات بتساوي مجموع فروق الجهد. تمام؟ يعني ال20 هتساوي 5 اي واحد. يبقى الاي واحد هيساوي كام؟ 20 على 5 فيلا 4. يبقى قيمه الاي واحد خلصناها ب4. طب تعالى بقى هنا في 3 في اي بي 3 في بي. ايه ال3 في بي هنا حضرتك؟ هم في 12 و6 و8. بين ال 12 وال6 دي دايره شحن، دايره تفريغ. بين انا اسف بين ال 20 وال6 في دايره تفريغ. يعني ايه؟ هتقول موجب 20 زائد 6 يبقى 20 6 26. بين ال6 وال8 دايره شحن يبقى نطرح، يبقى نقول 26 ناقص 8 يبقى معايا فرق الجهد كله في المسار اللي على الشمال ده يبقى 18. ال 18 هتساوي 3 اي. يبقى الاي هتساوي كام؟ 18 على 3 هيطلع 6. يبقى قيمه الاي اجمع الاربعه والسته يبقى معاك كام؟ 10. السؤال اللي بعد كده، في الدائره الكهربائيه الموضحه بالشكل تكون قيمه القوه الدفعه الكهربائيه للبطاريه كام؟ بالراحه كده واحده واحده. دلوقتي انا عندي 3 تيارات او 2 تيار، فانا هجيب الثالث. التيار اللي هو ال 75% ده داخل على الدايره، هو قيمه الاي المجهول يطلع لي 2 وربع. يبقى قيمه الاي اللي هو بتاعه المقاومه 2 هتطلع 1 ونص. حلو. همشي مسار عشان اجيب الفي بي 2، المسار اللي هو على ايدك الشمال ده. هتقول الفي بي بتساوي فرق الجهد على المقاومه 2 زائد فرق الجهد على المقاومه 4. طب ازاي بجيبها؟ قال لك هقول كده 2 في 1 ونص زائد 4 في 2 وربع، هيطلع معاك الناتج على طول 15. تمام؟ سؤال جميل جدا مفيش اي مشكله فيه. السؤال رقم 8 وده بدايه الفصل الثاني. الفصل الثاني بيتكلم عن حاجه اسمها الفاي ام، المجال المغناطيسي. من الاخر تيار يمشي في سلك يولد لي مجال مغناطيسي. تعالى بقى
ملف دائري قطره 2 باي. شوف انا بعملت ايه؟ خلي بالك يعني ايه اللي انا بعمله ده؟ يعني انا مش عايز القطر، انا عايز نصف القطر عشان اجيب منها المساحه، لانه قال لك ملف دائري يبقى المساحه بتاعته باي ار تربيع. فخلي بالك اول نقطه تخلي بالك منها، اي قطر الغيب خد نصه، اي قطر خد نصه. تمام. في مجال مغناطيسي كثافته نص يبقى البي بنص. اذا كان وضع الملف موازي ودار الملف 1/12 دوره، وضع الملف موازي ودار الملف 1/12 دوره. يعني كلمه 1/12 دوره يعني الدوره عندي ب 360، فلما اضربها في 1/12 هتطلع معايا 30. شوف سهله ازاي. يبقى معايا الثيتا ومعايا المساحه ومعايا كثافه الفيض. انا اجيب قوه الفيض المغناطيسي وانا مغمض، يبقى الفيض المغناطيسي الفاي ام هتساوي بي اي ساين الزاويه. البي بكام؟ نص، والاي بكام؟ باي ار تربيع، يعني باي ار تربيع باي تربيع. شفت بقى؟ في ساين الزاويه اللي هي ساين 30. هيطلع معايا الناتج باي تكعيب على الاربعه. باي تكعيب على ايه؟ على الاربعه. السؤال رقم 22 ده سؤال مهم جدا، بس ملحوظه كده لازم تخلي بالك. اللي وضع الامتحان او اللجنه اللي وضعت الامتحان مش دايما متعوده انها تحط سؤال في كل درس، لا، تحط لك سؤال ياخد درسين. يعني يجيب لك ملف دائري مع ملف ايه؟ سلك مثلا، تمام، يديك 3 اسلاك ويقول لك هات القوه اللي في السلك اللي في النص، يديك مثلا اميتر وفولتميتر. ما ايه، بص بيتحير شويه. يعني لجنه وضع الامتحان اللي وضع اللجنه مش الشخص، مش سهل انه يجيب لك سؤال درس واحد، وخاصه في الفصل الثاني. واكتب الكلام اللي هقوله ده، سؤال كل درسين، يعني سؤال يشمل درسين. مثلا ممكن يجيب لك سؤال في الفصل الاول والثامن، يجيب لك سؤال في الفصل الرابع والثالث. خلي بالك من الحته دي والنقطه دي، واسمع الكلام في النقطه دي، تمام. وخلي بالك بيحبوا دايما ينوعوا حتى في تنويع الاسئله بتاعتهم، تنويعهم كانه بالظبط بينوع لك في القواعد. عارف القاعده اللي هي قاعده فليمنج اليد اليسرى؟ بيلخبطك، يجيب لك سؤال في فليمنج اليد اليسرى، واحد تاني فليمنج اليد اليمنى، علشان وده على فكره ده حقهم، لان احنا عايزين نشوف مين اكتر واحد وافضل واحد ذو خبره في الماده عشان ياخد المجموع اللي هو 60 من 60، وساعتها يبقى فيه مبدا تكافؤ الفرص. ما هو انت مش هساوي واحد ذاكر من اول السنه بواحد لسه مذاكر النهارده او بكره او من اسبوعين. فهمت الفكره؟ فنصيحه مني ليك، حل كتير جدا، وحل اخر 10 امتحانات ثانويه عامه، وحل نماذج الوزاره. الناس كانت بتقول لك اصل منقوله من الكتب الخارجيه، لا والله مهمه، يعني ما يغركش النماذج اللي نزلت، وخاصه النماذج الاخير، النموذج الاخير خلي بالك منه، مش هيجي نفس السؤال بس افكار متشابهه في الامتحان. في الشكل المقابل النسبه بين محصله كثافه الفيض عند النقطه A الى محصله كثافه الفيض عند النقطه B، A ل B. طبعا ده سؤال ممكن يلخبط، انا دايما بحب اشتغل، خد ارقام واشتغل عليها. A احنا قلنا السلكين في نفس الاتجاه، يبقى جوه طرح وبره جمع. فاكرين لما كنا بنقول يلا نشيل الفرق ما بيننا ونجمع فيضنا من حوالينا؟ ايوه نفس الفكره بالظبط. طيب يبقى اللي في النص ده هيبقى سالب، واللي بره هيبقوا ايه؟ جمع. طيب تعالى بقى، انا عايز الايه. سهل قوي، هجيب كثافه البي توتال عند ايه الاول واقسمها على كثافه الفيض بتاعه النقطه بي. يعني انا هنا هشتغلها بارقام، هقول كده 2/5 زائد 4/15. ليه؟ لان الاربعه يبعد عن النقطه ب 15، يبقى 2/5 زائد 4/15. انزل تحت 4/5 زائد 2/15 واعملها الاله على طول هيطلع معايا 5/7. في طالب تاني يقول لك ميو اي على 2 باي دي زائد ميو اي على 2 باي تي، وبعد كده اجيب الناتج، وبعد كده ميو اي على 2 باي دي زائد ميو اي على 2 باي دي واعملها واجيب الناتج. براحتك، انت عندك كذا طريقه حل، اشتغل، بس الاهم تشتغل وتجيب لي الدرجه في وقت قليل، يعني تجيب لي الناتج الصح في وقت ايه؟ قليل. سؤال رقم 25، وسؤال 25 ده سؤال جميل جدا. هنا اكس واي، ركز، اكس فوق واي تحت.
السلك رايح كده، فاكرين قاعده في الامبير لليد اليمنى؟ انا ما كنتش بحفظها بالطريقه اللي بيقولها الكتاب، لا انا بقول كده، اللي على يمينك يا سهم داخل الصفحه، واللي على شمالك خارج الصفحه. لما كنت بغنيها اللي على يمينك داخل واللي على شمالك خارج. بالنسبه للسهم، السهم رايح كده، يبقى يمين السهم تحت وشماله فوق، تحت داخل وفوق ايه؟ خارج، طبقا للقاعده اهي. تمام؟ القاعده اللي احنا ايه عارفينها. طيب يبقى تحت داخل الصفحه. بص بقى المجال الخارجي اكسات يعني داخل الصفحه، يبقى عند النقطه واي بجمع وعند النقطه اكس بطرح، فاكيد الجمع هيبقى اكبر من ايه؟ من الطرح، يبقى القيمه هتبقى اقل من، يبقى البي اكس اقل من البي واي. ده سؤال جميل جدا فخلي بالكم منه. سؤال رقم 3 سؤال جميل جدا، بالله عليكم بالله عليكم ايه يعني النقطه دي مهمه جدا. سلك ودايره لو في نفس الاتجاه وبطبق القواعد، والاهم تطبق القواعد، في نفس الاتجاه بجمع، في عكس الاتجاه بطرح، لو ده عمودي على ده يبقى فيثاغورس. تمام؟ خلي بالك من النقطه دي عشان مهمه قوي. طيب تعالى بقى في السؤال رقم 3. عندما يدور الكترون، لا استنى بقى، الكترون عكس التيار اللي انا شغال بيه. الكترون هنا مع العقارب ولا ضدها؟ هنا ضد العقارب، يبقى التيار اللي انا شغال بيه العكس، لانه تيار الالكترون بيطلع من السالب للموجب، لكن التيار بتاعي من الموجب ايه؟ للسالب. يبقى الاجابه الصح هيبقى مع عقارب الساعه، فيبقى الفيض هنا للاسفل، يبقى ايه؟ عمودي على الصفحه وللداخل. وده سؤال سهل بس انا بديك فكره عشان لو اداك تيار من الالكترونات فخلي بالك، او شعاع من الالكترونات. السؤال رقم اللي بعد كده اهو، السؤال اللي جيت قلت لك خلي بالك اهو نفس النمط، مش سهل انه يجيب لك سؤال في درس، لا تعود ان في اسئله كتير تشمل اكتر من درسين وثلاثه. طب ما كده معناها يا مستر امتحان صعب. صعب لاني مش مذاكر، لكن بالنسبه للي عنده خبره مش صعب. ودايما حط في دماغك قاعده، امتحان الفيزياء بتاع السنه اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيه وفضلنا نرجع درجات وطلع عينينا السنه اللي فاتت مش هيتكرر تاني، مش هيتكرر من ناحيه الغلطات اللي في الاسئله اللي موجوده فيه. حتى نفس نموذج الاجابه، كل اللي جاب 60 من 60 السنه اللي فاتت ما كانش جاب 60 من 60 يا جماعه. ليه؟ لان الامتحان اصلا كان نموذج الاجابه فيه غلط، نموذج الاجابه كان غلط. فان شاء الله مش هتلاقي الاخطاء دي السنه دي باذن الله، اللهم امين يا رب. يلا بقى نخش على السؤال ده. يمثل الشكل المجاور حلقه فلزيه واحده. حلقه اذا علمت ان المقاومه الكهربيه لكل نصف حلقه، على فكره اللي معايا من اول الفيديو هيحل السؤال ده بسرعه. شده التيار ال10 داخل فوق 3 وتحت 2، يبقى فوق 4 وتحت 6. فاكرينها؟ ايوه برافو عليك. ليه؟ لان المقاومه الكبيره تيارها صغير والمقاومه الصغيره تيارها ايه؟ كبير. يبقى فوق 3 يبقى التيار بتاعها كام؟ 4 ولا 6؟ لا 6. ليه؟ لا انا اسف 4 علشان مقاومه كبيره يبقى تيارها صغير، وتحت 2 يبقى 4. يبقى الاجابه فوق 4 وتحت 6. شده المجال المغناطيسي عند مركز الحركه. بصوا يا جماعه، اي حلقه ركز معايا في الكلام اللي هقوله ده، تتقسم ربع 3 ارباع ربع 3 ارباع والتيار بتاعنا 1، يبقى في الحاله دي الحلقه اسمه ده المجال المغناطيسي في النص بصفر. اكتبها بالله عليك. اي حلقه تتقسم، يعني حلقه وانت قسمتها والتيار بتاعهم 1، يبقى ده بيساوي ده وهم عكس بعض فصفر. لكن هنا اللي فوق عكس اللي تحت، يعني التيار فوق اكبر او اقل من اللي تحت، يبقى عمرها ما تساوي صفر. فناس كتيره جدا هتجري تقول لك الاجابه داير، لان انا حليتها كتير قوي. بس لما كان التيار فوق قد التيار اللي تحت. بص بقى هنا، التيار اللي فوق، ذاكر اللي حط السؤال ده، التيار اللي فوق مش قد التيار اللي تحت، فمستحيل تبقى صفر. يبقى نقول ايه؟ نقول ميو ان اي على 2 ار ناقص ميو ان اي على 2 ار، او منير ناقص منير. فاكرين؟ ايوه نفس الفكره. ميو ان اللي هي نص في اي اللي هي 6 على 2 في ار اللي هي نص باي سنتي، واضربها في 10 سالب 2، ناقص ميو ان اللي هي نص في 4 على 2 في نص باي، واعملها بالاله هتطلع معايا الاجابه الصح ب. السؤال اللي بعد كده، شايف الشكل المقابل مديك حلقه وسلك، تخلي بالك
حلقه وسلك، تخلي بالك، والسؤال ده ذكي قوي. معاك اعتمادا البيانات الموضحه على اسف ان كثافه الفيض عند النقطه سي، فين السي اهي في النص اهي، حلو. الاي 6 امبير وبعده 10 سم، يبقى 1/10. والميو اللي هو الملف الدائري نصف قطر اللي اسمه ده، عدد اللفات بتاعته نص، وشده التيار بتاعته 4، ونصف القطر 22/7 متر، يبقى مش هحول. يبقى على طول هنا اجمع ولا اطرح ولا اعمل ايه؟ لازم تطبق القواعد اللي هقول لك عليها. قاعده اليد اليمنى بتاعت السلك، التيار ماشي كده، يبقى فوق اكس وتحت نقطه، يعني فوق داخل وتحت نقطه، يعني هنا داخل. بص بقى اتجاه التيار في الحلقه عكس عقارب الساعه، يبقى خارج. حلو. يبقى انا هنا هفترض ان الاكبر السلك، لو طلع بالموجب على الاله يبقى هو داخل الصفحه، طب لو طلع سالب يبقى هو خارج الصفحه. شفت بقى سهله ازاي؟ تمام. يبقى نقول كده مؤيد اللي هو ميو اي على 2 باي دي ناقص منير ميو ان اي على 2 ار، واعملها بالاله، هيطلع معايا الناتج 1.16 في 10 أس -5، وطلع معايا بالموجب، يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ لداخل الصفحه، فالاجابه هتطلع ب. السؤال 25 ده سؤال جميل جدا جدا جدا، اهو ملف دائري وملف لولبي، تمام؟ الملف الدائري والملف اللولبي لو هما في نفس الاتجاه بجمعهم، في عكس الاتجاه بطرحهم، وهكذا. شايف هنا في نفس الاتجاه ولا عكس بعض؟ طبعا دول عكس بعض. ليه؟ واحد هيبقى ماشي كده والتاني هيبقى ماشي كده، العكس، تمام؟ يبقى بالتالي هنطرحهم، يبقى منير ناقص منيل، انا اسف هو كده ميو ان اي على ال، وهيطلع معاك القانون. فانا بقول منير ميو ان اي على 2 ار ناقص ميو ان اي على ال، اللي هو منير ناقص منيل، يبقى الناتج هيطلع معاك ايه؟ الناتج هيطلع معاك اللي هو 7.99 في 10 أس -5. قاعدة فليمنج لليد اليسرى، ودي أنا بسميها قاعدة حماتي، حركة مجال تيار، حماتي. اليد اليسرى بتجيب اتجاه القوة المغناطيسية، واليد اليمنى بتجيب اتجاه القوة الدافعة الكهربية المتولدة في سلك، تمام؟ فخلي بالك اليد اليسرى هنا بقى اتجاهها ازاي؟ قال لك بص بقى، دايما المجال من ان الاس يعني كده اهو، تمام؟ بس السلك رايح كده، انما السلك في الشكل العكس، فانا بعكس ايدي كده اهو، يبقى بالشكل ده. حلو اهو بالشكل ده، ادي التيار، ادي المجال، ادي القوه، يبقى اتجاه القوه هيبقى الاسفل. الشكل المقابل اذا كانت شده التيار المار في السلك 5 امبير وكثافه الفيض 15. السؤال ده سؤال كل الناس عارفاه، وسؤال جميل جدا، بس في مشكله لازم تاخد بالك منها. ايه هي؟ ان الهدف من السؤال مش الحل بتاعه، الهدف ان انت لازم تخلي بالك من قيمه الزاويه. انا بحسب الزاويه بين السلك وبين المجال. طيب اول حاجه في السلك اي بي صفر على طول، ليه؟ موازي لخطوط الفيض. السلك 2 هيبقى قيمه عظمى، يبقى بي اي ال، الاف هتساوي بالساين بي اي ال، يبقى نقول على طول 15 من 100 في 5 في الطول اللي هو 16، وعمودي يعني الزاويه 90، فخلاص الموضوع خلص. اللي بعد كده كمل الرسمه فوق 60، يبقى الرسمه بين السلك والمجال هتطلع كام؟ هتطلع 30، يبقى بيل ساين 30. وخلي بالك دايما السلك ده والسلك ده قد بعض، يعني النسبه بينهم قد بعض، فياخد 12 من 100. لا استنى بقى، السؤال ده تخلي بالك قوي منه، خلي بالك قوي منه، بس هو مش هيجيلك السؤال ده، يعني نفس الفكره باذن الله موجوده في الامتحان. ليه بقى؟ لان السؤال ده ناس كتيره جدا بتلخبط بيه، بس انا هديك فكره هتريحك خالص. اكتب كده في ورقه، الاف بتساوي ميو اي مشترك، يعني هو عايز السلك اللي هو عايزه، ال على 2 باي، يبقى تكتب كده الاف هتساوي ميو اي مشترك ال على 2 باي، افتح قوس اي 1 على دي ناقص او زائد اي 2 على دي. خليك حافظ القانون ده في خطوه واحده بس، جبت المساله وريح دماغك، بدل ما تقول ده ناقص وزائد واعملها زي في الكتب الخارجيه او في البعض المدرسين بتحلها بطرق بتاخد وقت كتير قوي. هو قانون واحد بس، روح معوض والمساله بقت خلصت يعني. هجيبها ازاي؟ ركز معايا. هو عايز السلك مين؟ قال لك السلك الصاد اللي هو تياره كام؟ اللي هو 8، السلك الصاد اللي هو بي يعني تياره 8، يبقى نقول كده ميو معامله نفاذيه في 8. الطول قال لك على المتر الواحد، على المتر الواحد يعني الطول بواحد،
لانه قال لك طول كل منهما 1. يبقى نقول كده ميو في 8 في 1 على 2 باي. افتح قوس 5 على 5 من 100 ناقص ليه ناقص؟ علشان السلكين نفس الاتجاه وهو نقطة في النص، يبقى ناقص 10 على 5 من 100. حتى لو طلع الناتج بالسالب مش فارقة معايا، هيطلع معاك الناتج 1 و6 في 10 أس سالب 4. خطوة واحدة بس ومسألة سهلة جدا وما تقلقش منها. السؤال اللي بعد كده سؤال صعب بالراحة كده. الشكل ايه؟ ده عبارة عن مربع طول ضلعه 20، يبقى مساحته 2 من 10 في 2 من 10. ايه اللي جاب 2 من 10؟ ما انا حولت ال 20 سم بقى 2 من 10. يبقى 2 من 10 في 2 من 10 يعني 4 من 100. وطول السلك هيبقى 80. 20 20 20 20. تمام. وده عموديا في مجال مغناطيسي كثافته 2، يبقى البي ب 2. إذا تم إعادة تشكيله ليصبح ملف دائري كما بالشكل بي ووضع عموديا في نفس المجال المغناطيسي، فالنسبة بين الفيض، لا استنى بقى، النسبة بين ايه؟ الفيض. يبقى لازم اجيب المساحة، ومن خلال المساحة انا ممكن اجيبها من قانون ال N بتساوي L على 2 باي R. تمام. في الشكل بي ال N بواحد، يعني الواحد هتساوي L اللي هو 80 على 2 باي R. هروح جايب الار اللي هي 80 على 2 باي. تمام؟ او 8 من 10 على 2 باي عشان تطلع معاك بالايه؟ بالمتر. واجيب المساحه اللي هي باي ار تربيع، يعني باي في 8 من 10 على 2 باي لكل تربيع هيطلع برقم. واجيب مساحه المربع لانه عايز نسبه د ده. خلاص اللي هي 2 في 2 من 10 في 2 من 10 4 من 100، يبقى اعملهم واقسمهم على بعض يطلع معايا 11 على 14. تمام؟ ده سؤال جميل جدا. السؤال اللي بعد كده خلي بالك او من اجهزه القياس فيها مسالتين، وخلي بالك من الاومتر في مساله. اجهزه القياس مساله في الاومتر ومساله في الفولتمتر او الامتر، فخلي بالك. واختر على الجلفانومتر. تمام؟ فخلي بالكم الحاجات دي بالله عليكم لان موجوده في الامتحان. جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومه ملفه 18 اوم، يعني ده الار جي. قيمه مجازة فاكرين الشفره؟ لما كنا بنقول اداك حساسيه نقص 1، اداك نسب مقاومات زود 1، نفس الفكره. هو اداك حساسيه اللي هي تلت التيار الكلي، يبقى نقص 1 يعني 2. اروح قاسم عشان هو عايز الار اس لانها توازي، فاقسم يبقى اقول 18 على 2 فيها 9. شفت القاعده دي مهمه جدا يا شباب. تمام؟ يبقى نقول 18 على 2 فالاجابه هتطلع كام؟ 9. قيمه مضاعف الجهد التي تجعل الجلفانومتر صالحا لقياس فرق الجهد 10 امثال. اداك فرق جهد اطرح 1 يبقى 9. 9 واضرب ليه؟ لان الار ام توالي، يبقى 9 في 18 ب 162. والسؤال ده مهم جدا جدا جدا. السؤال اللي بعد كده ملي امتر مقاومته 5 اوم. يعني ده اوميتر، وخلي بالك في اسئله الاوميتر مهمه جدا، ركز معايا قبل ما اشتغل هقول لك طريقه الاوميتر هيجي لك ازاي. اول حاجه الاوميتر هيجي لك منه مساله، لو اداك رقم تستخدم قانون اوم اللي هو الاي جي ال جي بتساوي في باتري على ار توتال، هي مقاومه الاوميتر ككل زائد الار ايه؟ الار اكس. طب لو اداك نسبه شقلب ونقص 1، يعني مثلا قلت يبقى الار اكس بتساوي ار داش في كام؟ في 2 ربع 3 ار داش خمس 4 ار داش. تمام؟ طب لو اداك 3 ارباع اقسم على البسط يبقى ار داش على 3، واستخدم قانون الرياضه يعني. تمام؟ في السؤال اللي بعد كده عشان الوقت بيقول لك ايه؟ معاك اي جي 15 مللي ومعاك في بي 1.5 ومقاومه داخليه بواحد. قيمه المقاومه العياريه اللازمه، المقاومه العياريه يبقى انت مضطر لازم اجيب الار توتال. فالار توتال هي مقاومه الاوميتر ككل، هقول كده في باتري على اي جي، يعني 1.5 على 15 في 10 اس سالب 3. هيطلع معاك الناتج تقريبا هيطلع معاك 100 اوم. هنشيل من 100 كل المقاومات اللي موجوده اللي هي 5 و1 اللي هي ار جي والار الداخليه، هيطلع معاك 94. قيمه المقاومه الخارجيه التي تجعل المؤشر ينحرف ل 10 مللي يبقى ده رقم، يبقى نقول ايه؟ ايوه برافو عليك، ان الاي جي بتساوي في باتري على ار داش زائد الار اكس، واعملها بالاله هتطلع معايا ب 50. شده التيار نفس القانون، في باتري على ار داش زائد الار اكس، يعني 1.5 على 100 زائد 400 هيطلع معاك الناتج 3 في 10 اس سالب 3. السؤال اللي بعد كده ده مهم جدا، تحرك مؤشر اوميتر الى ثلث التدريج عند توصيله ار.
فان المقاومه المكافئه تلت يعني الار اكس ب 2 ار، يبقى الار هتساوي ار اكس على الاثنين يعني نص، يبقى نص الار. ندخل السؤال بعد كده. يبين الشكل المقابل اجسام متساويه على تدريج جهاز الاوميتر، استخدم البيانات مدونه لايجاد مقاومه الاوميتر. ازاي اجيب مقاومه الاوميتر؟ بص بقى للتدريج اللي عندك، اللي جنب الصفر ده يعني ربع التدريج، عشان كده هو قال لك 500 مايكرو امبير، هو حاطط لك 125 ده ربع التدريج. ربع التدريج حضرتك هتقول كام؟ 3 ار بتساوي 9000. ليه 9000 يا مستر؟ عشان 9 كيلو، يبقى الار توتال هتبقى 3000. طيب عايز قيمه الفي بي، خلاص اضرب اي كلي في ار كلي يديك الفي بي، يعني 500 مايكرو يعني 500 في 10 سالب 6 في 3000 هتديك 1.5. الفصل الثالث بقى، خلي بالك من الرسومات وتقل الاضاءه تزيد الاضاءه موجوده عندك. في الشكل المقابل لحظه تحريك المغناطيس في الاتجاه الموضح طالع كده، فيحصل قوه تجاذب. عشان يتكون قوه تجاذب يطلع هنا هيبقى ان قصاد الاس كده، هيبقى قطب شمالي عشان يجذبه، والناحيه الثانيه يبقى هو جنوبي. هنا الشمالي على ايد اليمين، يبقى التيار هيبقى نازل لاسفل طبقا لقاعده امبير لليد اليمنى، وما دام نازل لاسفل هيبقى ماشي التيار كده وده جاي كده، فالاضاءه هيبقوا عكس بعض، يبقى تقل ايه؟ الاضاءه. السؤال اللي بعد كده هنطبق قاعده فليمنج لليد اليمنى. بيقول لك في الشكل المقابل اثناء تحريك السلك عموديا على الفيض في الاتجاه الموضح، فان جهد النقطه A هيبقى هنا ايه؟ بص بقى هطبق القاعده، حركه او سرعه مجال تيار، المجال لاسفل والسرعه دي الفي، يبقى التيار طالع من B الى A. بس في قاعده هنا حلوه قوي، ان ده تيار الكترونات، يعني اللي رايح ليه هو اعلى منه في الفي، يبقى جهد النقطه ايه هيكون اكبر من جهد النقطه B، والاجابه هتطلع الف. السؤال اللي بعد كده خلي بالك من القانون ده، L1 على L2 بتساوي N1 تربيع A1 L2 اللي هو الطول، N2 تربيع A2 L1، واعملها بالاله هيطلع معايا الناتج L A N ده اول واحده، الثانيه نص 2 ربع، هعملها بالاله هيطلع معايا 4 إلى 1. السؤال بعد كده برضو سؤال جميل جدا، القانون الدينامو، عشان في سؤال في الدينامو اللي هي الام اف ماكسيمم اللي هي القوه العظمى هتساوي ابن اي بي ان اوميجا، يعني اي بي ان اوميجا، او مفيش اوميجا يبقى اي بي ان 2 باي اف. معاك ملف مستطيل مساحته A 70 كثافته B، يصنع زاويه 300 دوره في نصف دقيقه، يعني 300 على 60 على 30 يبقى فيها 10. اذا كان عدد لفات ملفه الان ب 100، يبقى انا عندي ان وعندي بي وعندي ايه ومعايا اف اللي هي 300 على ال 30 يبقى فيها 10. هروح جايب الام اف بتساوي ابن اي بي ان 2 باي اف على طول، هيطلع معايا الماكسيمم برقم تقريبا 46.6. هروح اقسمها على جذر 2 عشان هو عايز الافكتيف. طيب الزمن الذي يمضي من بدء الدوران في الوضع العمودي الى 22، يبقى هو المفروض القيمه العظمى كانت 45، فلما تبقى 22 وحاجه او القيمه 44 22 يبقى هو قلل النص، وما دام قلل النص يبقى التي تكتبها على طول 1 على 12 اف، يبقى 1 على 12 في 30 هيطلع معاك الناتج الى 833. الزمن الدوري على طول مقلوب التردد اللي هو 1 على 10 فيها 1/10. السؤال اللي بعد كده، اي مما يلي صحيح عند غلق المفتاح في الدائره الكهربائيه المجاوره؟ طبعا لما اغلق المفتاح هيحصل ايه؟ قال لك يضيء المصباح مباشره. ليه؟ عشان في مكثف وبطاريه هيضيء المصباح، وبعد كده لما يتساوى فرق الجهد مع البطاريه يبقى اضاءه المصباح تنعدم تدريجيا، فالاجابه هتبقى الف، يضيء المصباح مباشره ثم تتناقص شدته اضاءته حتى تنعدم. ليه؟ لان المكثف لما بيتشحن بيبقى فرق الجهد صفر، فبالتالي الاضاءه بتنعدم. السؤال اللي بعد كده ده سؤال منتشر وسهل جدا. اول حاجه مديك ملفات، ما دام مديك ملفات يبقى تعملها توالي وتوازي. الشكل اللي انت شايفه ده توازي، يبقى تقول ايه؟ 1 على L1 زائد 1 على L2 زائد 1 على L3 كل أس سالب 1، يعني 1 على 6/10 زائد 1 على 2/10 زائد 1 على 3/10 الكل أس سالب 1 هيطلع معاك الناتج 1/10. هروح جايب 2 باي اف الاكس ال هتساوي 2 باي اف ال وعوض هيطلع معاك الناتج 31.4. ده سؤال جميل جدا. السؤال بعد كده، في الدائره الكهربائيه الموضحه اذا اصبح الساق الحديد داخل تجويف الملف فان قراءه الفولتمتر، لما احط ساق من الحديد يبقى معامل النفاذيه عندك بيكبر، وما دام معامل النفاذيه كبر يعني ال كمان تكبر،
وما دام ال كبرت يبقى الاكس ال كمان كبرت. اكس ال يعني مفاعله، والمفاعله مقاومه، يبقى التيار ايه؟ يقل. سهل قوي. السؤال اللي بعد كده رقم اللي هو اللي بعده، في الدائره الكهربائيه المعوقه زد تساوي كام؟ على طول ار ال يبقى زد هتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال تربيع يعني 8 تربيع زائد 6 تربيع يديك 10. وده سؤال سهل جدا موجود في الامتحان تعويض مباشر، اللي هو المعوقه بالذات يعني. سؤال اللي هو رقم 8 ده، يتصل على التوالي ملف حث عديم المقاومه الأمية ومكثف مقاومته عديمه الحث، فاذا كان فرق الجهد الفعال بين طرفي كل منهما كما هو مبين بالشكل فان قراءه الفولتمتر. بص يا شباب، انا دلوقتي في الدايره دي هي ار ال سي. ليه؟ لان فيها مقاومه وفيها ملف حث وفيها مكثف، فنقول على طول جذر ار تربيع اللي هي 3 تربيع زائد 6 10 ناقص 6 يعني 4. 3 تربيع زائد 4 تربيع يديك 5 على طول. نفس المساله نفس الفكره اللي بعدها، جذر 3 تربيع زائد 6 ناقص 2 هيطلع معاك 5. هي نفس الفكره بالظبط، مفيش اي اختلاف فيها. السؤال بعد كده وده مهم، لو اداك السيهات اللي هي ايه؟ السي اللي هي سعه المكثف، فالتوالي هيبقى توازي والتوازي هيبقى ايه؟ توالي. يعني شايف دول هتاخدهم توازي، يعني توالي، يعني 2 سي. ال 2 سي مع السي اللي هي سي 3 هتقول 2 في 3 على 2 اللي هو قال لك لا استنى بقى، اذا كانت سعه المكثف 3 يعني 3 يبقوا 6. 6 مع ال3 اللي قصاد يبقى 2، يبقى المقاومه السي داش كلها 2 مايكرو. السؤال اللي بعد كده رقم 27، في الدائره الموضحه بالشكل بها مصدر متردد الاف 50 وقوته الفي 220 ومكثف سعته السي 4 مايكرو وملف حث 2 و53 هنري. السؤال هنا اول حاجه بجيب الاكس سي اللي هي 1 على 2 باي اف سي وعوض بالاله هيديك ب. المفاعله الحسيه 2 اكس 2 باي اف ال هيديك ج اللي هو نفس الرقم. ما دام نفس الرقم دي حاله رنين على طول. حاله ايه؟ رنين، يبقى التيار قيمه عظمى. اي لعب في حاله الرنين التيار يقل. 28 هنا بقى السؤال ده مهم شويه. في الدائره الكهربائيه اذا كان الجهد الكلي يتاخر عن التيار بزاويه 45، ما دام زاويه 45 يبقى حاصل طرح الملف والمكثف يساوي قيمه المقاومه. طيب انت عندك ملف 550 وسي 30، 50 ناقص 30 ما يديلكش 40، يبقى هنا ده ايه؟ يا اما مكثف سعته 60 يا اما ملف سعته مفاعلته الحساسيه 60. فالاجابه هتبقى ايه؟ مكثف مفاعلته السعويه 60 او مفاعلته السعويه 60، فنطرح 90 ناقص 50 يديك كام؟ 40. السؤال اللي بعد كده في الفيزياء الحديثه، الطيف الذي يشتمل على كل الطرادات الممكنه ده طيف مستمر. خلي بالك انا عايزك تركز معايا في الحته دي. السؤال اللي هو 18 على طول، شايف الشكل الكامل ده طيف مستمر. خطوط منوره يبقى ده طيف خطي، خطوط سوداء يبقى طيف انبعاث. خلي بالك عشان دي مهمه قوي. عشان كده السؤال رقم 18 بيقول لك عند ادخال ضوء ابيض على المطياف فاي من الرسومات التاليه يمكن ان يكون الطيف الخارج من المطياف؟ مين؟ الاجابه الصح هيكون الف. ليه؟ لان الضوء الابيض بيكون يشمل كل 7 الوان هم الوان الطيف، فالاجابه تبقى الف. 17 خطوط مظلمه على طول وانت مغمض طيف امتصاص، يبقى الطيف الامتصاص هو عباره عن خطوط مظلمه لبعض الاطوال الموجيه في الطيف المستمر للضوء الابيض، يبقى طيف امتصاص خطي. السؤال بتاع الليزر خلي بالك فرق الطول بتساوي 2 باي على لامدا فرق المسار. استنتاجها مش مهم وما تذاكروش، بس اهم حاجه تعرف تطبقه ازاي. تعال بقى نشوف السؤال اللي هو اشعاعان ضوئيان طولهما لامدا ينعكسان على جسم عند تصويره تصويرا مجسما، فكان فرق الجهد بينهما باي على فرق الطول باي على 4، يبقى نقول باي على 4 بتساوي 2 باي على لامدا في فرق المسار. يبقى فرق المسار هتعمل طرفين مفصلين هيطلع معاك لامدا على 8. السؤال اللي هو ده، يتحرك الكترون في غلاف طاقة الموضح حول نواة ذرة الهيدروجين وتصاحبه موجة موقوفة. هنا كم عدد الموجات؟ عدد الموجات ادي 1 2 3 4 1 2 3 4 يبقى 4 لمبات، يبقى 4 لمبدا بتساوي 2 باي ار. 2 باي ار فالار هتساوي ايه؟ 4 لمبدا على 2 باي يعني 2 لمبدا على 2 لمبدا على باي، يبقى الاجابه الصح هتطلع ب. تعويض مباشر.
اخر سؤال بقى عندي اللي هو الترانزستور. يا جماعه الترانزستور جاي في الامتحان وبنسبه تعويض مباشر، يعني انت اول عندك حاجه اسمها الالفا في اي والبيتا اي. البيتا اي موجودين في الامتحان. فايه الالفا اي؟ هي ثابت التوزيع بنسبه اي سي على اي اي. البيتا اي اي سي على اي بي. خلي بالك عشان مهم قوي. وصل الترانزستور بدائره كهربيه ليعمل كمكبر، فكانت شده التيار الباعث بدا اي اي وشده التيار القاعده نص. خلاص ممكن نجيب الاي سي نطرح ده ناقص ده، 20 ناقص نص يبقى 19. تمام؟ ده سؤال 19 ونص في 10 اس سالب 3. حلو. عايز قيمه البيتا اي. قيمه البيتا اي هقول على طول اي سي على اي اي، يعني كام؟ 19 ونص في 10 اس سالب 3 على نص في 10 اس سالب 3، هيطلع معاك الناتج. تمام؟ اللي هي تقريبا رقم اللي هو 19 ونص على نص 39. تمام؟ هو الرقم ده يعني هو المفروض نص في 10 اس سالب 5 او نص في 10 اس سالب 3 مني، يبقى انا هضرب في 10 اس سالب 3 كمان. يعني هقول على طول كده 19 ونص في 10 اس سالب 3 على نص في 10 اس سالب كام؟ 6. هيطلع معاك الرقم ده اللي هو 39999. شده التيار المجمع هضرب الاي سي في البيتا اي، الاي اسم ده الاي بي في البيتا اي، يعني نص في 10 اس سالب 6 هضربها في الرقم اللي هو 39999. وممكن اعمل طريقه ثانيه ان اقسم ال 20 في 10 اس سالب 3 على نص في 10 اس سالب 6، هيطلع معاك الناتج. تمام؟ ده بالنسبه لبعض الافكار اللي ممكن تشوفها في الامتحان باذن الله، وبنسبه كبيره جدا هتلاقيها في الامتحان باذن الله. اهم حاجه زي ما قلت لك تركز على النقاط اللي انا اتكلمت فيها، سيبك من السؤال حليته ازاي، انا عايزك انت اللي تعرف تتعامل مع السؤال. وان شاء الله باذن الله امتحان الفيزياء يعدي ويبقى تمام ويوم يبقى جميل بالنسبه لكم. بس اهم حاجه عشان تقفل فيزياء لازم تحل كتير، ولازم تحل اخر 10 امتحانات من سنه 2020 لحد 2024 كلهم، دور اول دور تاني، حلهم اكتر من مره. وركز قوي على نماذج الوزير الاخير مش الاول، ركز عليه كويس جدا. وان شاء الله اشوفك على خير يا رب باذن الله، وان شاء الله ماده الفيزياء تمر بسلام باذن الله. ما تنسوش دعواتكم. اخوكم احمد الحفناوي مدرس ماده الفيزياء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.